ازيكم مرة تانية. في الفيديو اللي فات اتكلمنا على الريسورس لودر عشان نجيب الداتا من الاي بي اي بسهولة ونبعت لك كورس للتشايلد كومبوننتس. ان شاء الله بقى في الفيديو ده هنخلي الموضوع مور جينيريك برضه، عن طريق ان احنا بدل ما كنا بنبعت يو ار ال لا هنبعت فانكشن، بحيث ان انت لو عايز تمبلمنت مور لوجيك جوه الفانكشن دي يبقى الموضوع متاح ليك. مش انك جاست بتباصي يو ار ال او كده، لا انت هتمبلمنت كل اللوجيك في فانكشن وتباصي بقى الفانكشن دي از ا بروب. فخلونا على طول نبدا ان شاء الله. اول حاجه هنعملها طبعا هنروح نكريت كونتينر جديد او كومبوننت كونتينر جديد وهنسميه وليكن داتا سورس جي اس اكس. وبرضه اعتقد احنا هنحتاج ناخد الكود بتاعنا الريسورس لودر وليكن، ونبدا نغير الاسم، وهنغير اسم بدل ما هو ريسورس لودر هنخليه داتا سورس. جميل. ودلوقتي زي ما اتفقنا ان شاء الله احنا هنغير الريسورس يو ار ال وليكن هنسمي دي فانكشن يعني، وليكن هنسميها جيت داتا. جميل. وطبعا زي ما اتعلمنا المفروض، وطبعا زي ما اتعلمنا لابد ان انت تبص لها انيشال فاليو كبيست براكتس، يعني تجنبا لاي كراشز او اي بجز تظهر معانا في المستقبل. هنبص لها اي فانكشن كانيشال فاليو، وهنريبليس بقى الجزء الخاص بالاكسس والجيت. هنا هنريبليس الجزء ده كله بالجيت فانكشن او جيت فانكشن بتاعتنا واكسكيوت الفانكشن. جميل. وهنحتاج برضو نغير الريسورس يو ار ال هنا للجيت فانكشن، بحيث ان كل ما يحصل كولينج للجيت فانكشن بتاعتنا الكومبوننت يحصل له ريندرنج. جميل. واعتقد احنا كده محتاجين نروح بقى على خلينا بس نتاكد كده ان كل حاجه تمام. استنينا ريسورس وبعدين حطينا الريسبونس. احنا ممكن برضه نخلي ده داتا على طول، بما اننا بنجيت الداتا هنخلي ده داتا، وهنقول له ايه، هنقول له هنا برضه سيت الداتا، وهناك في المكان اللي احنا هنباص فيه الجيت داتا هنباص الفانكشن بتاع الجيت داتا، هنبقى نريتيرن الريسبونس دوت داتا. تمام. يبقى نباصي الريسبونس دوت داتا بدل ما تمام. فخلونا على طول كده نروح نسيب، واعتقد احنا هنا ما عندناش محتاجين اكسس، فخلينا نمسحها ونروح على الاب جي اس بتاعنا. واعتقد احنا ما عندناش محتاجين كل الكلام ده، هنباصي بس الداتا سورس. جميل. وممكن نهيش بقى كل الفانكشنز دي او كل الكومبوننتس دي عفوا، ونبدا نباصي بدل الريسورس اللي هنباصي الجيت داتا فانكشن. وطبعا نبدا نبدا نمبلمنت الفانكشن بتاعتنا. هنقول له request response equal to await. طبعا احنا محتاجين نخلي الفانكشن بتاعتنا async، فهنخليها async دلوقتي دوت get. جميل. واعتقد هنا ممكن نخليه سلاش يوزرز سلاش واحد مثلا. طبعا هو زعلان عشان الفانكشن بتاعتنا مش async، فهنخليها async. جميل. وهنريتيرن بقى من الفانكشن دي زي ما اتفقنا الريسبونس للداتا اللي احنا هنا بنسيت الداتا على طول. زي ما احنا شايفين هنا بنسيت الداتا على طول اللي رجع لنا من الجيت داتا. جميل. وهنسيف، وخلونا مع بعض كده نشوف الريزلت. جميل. اعتقد هنا جاب لنا الداتا بتاعت اول يوزر معانا، فخلينا نغير وليكن نخليها تاني يوزر. جاب لنا محمد موسى تاني يوزر معانا. حلو. ممكن انهانس الكلام ده برضه عن طريق ان احنا ننقل اللوجيك بتاعنا، بدل ما بنكسكيوت الفانكشن جوه البروب بتاعنا، خلينا نمبلمنت فانكشن بره الاب بتاعنا ونحط فيها اللوجيك ده، نحط فيها اللوجيك بتاعنا. فخلينا مثلا وليكن هنقول كونست فيتش داتا، والمفروض ان احنا هنريسيف يو ار ال، بحيث ان نخليه برضه الموضوع مور دايناميك. واعتقد برضه احنا محتاجين نخليها async فانكشن، واحنا محتاجين جاست ان احنا ايه، ناخد جزء الريسبونس. حلو. وهنريتيرن برضه ريسبونس الداتا، ونبدا نباصي الفيتش داتا دي هنا مكان الفانكشن بتاعتنا. طبعا لازم نديها اليو ار ال بتاعنا اللي هو سلاش يوزرز سلاش واحد. جميل.
ومحتاجين هنا نخلي بدل ما هو اليوزرز نخليه URL. جميل. واعتقد ممكن نسيب ونشوف الريزلت. احنا هنا مصريين الايه اليوزر الاولاني اللي هو اسمه احمد فؤاد. فخلينا نرفرش كده. اعتقد في حاجه غلط، في شيء خطأ. عفوا، احنا محتاجين هنا نخليها ارو فانكشن مش فانكشن على طول. جميل، جاب لنا احمد فؤاد اهو. فاعتقد كده برضه الموضوع تمام معانا. يكون مثلا نجيب عمرو. جميل. كل حاجه مظبوطه. فالموضوع دلوقتي بقى حتى مش مقتصر على انك تبصي ريسورس URL، لا، انت ممكن تمبلمنت اي لوجيك انت محتاجه جوه فانكشن هنا، سواء بقى انت عندك ستيبس زياده او اي حاجه. فخلينا نقول كده ليه ده مفيد. طبعا الافاده اللي احنا استفدناها هنا ان طبعا بيقلل التكرار او الريدندنت كود بتاعنا، وبتخلي الكود مرن وقابل لاعاده الاستخدام. ولو غيرت مصدر الداتا بتاعك بكره مثلا، حصل اي تغيير هنا في الداتا، انت مش محتاج تخش تهندل كل كومبوننت، لا، انت جاست هتغير الفانكشن اللي اسمها جيت داتا بتاعتك، وفي المكان اللي انت محتاج تغيره يعني هتهندل اللوجيك بتاعك اللي اتغير هنا بس في الجيت داتا في الكومبوننت اللي انت محتاجه. وما انتش محتاج تخش تعدل في اي حاجه جوه الكونتينر كومبوننت بتاعنا، جاست هتغير اللوجيك هنا وكل شيء هيبقى معاك شغال تمام. فان شاء الله في الفيديو الجاي بقى هنجرب نجيب داتا من لوكال ستورج ونشوف ايه الداتا سورس فعلا جينيريك وقوي جدا ولا في مشاكل. فاستنوا ان شاء الله في الفيديو الجاي، وسلام.